السلام عليكم ومرحبا بكم في شي جديدة من شيوات أنس من ضمن الوجبات أو الوصفات الرمضانية. اليوم جيت وغادي نقدم لكم إن شاء الله فطائر أو مملحات بحشوة مالحة بدون لحوم، ما فيهمش اللحم نهائيا، والحشوة كتجي بنينة بزاف، متوفرة إن شاء الله في كل بيت، جد اقتصادية. وأهم حاجة أنه المذاق بنين بزاف، ولاباط ديالهم يعني العجين ديالهم كتجي هشيشه بحال القطن وكتذوب في الفم ذوبا. بغيتو طبعا الطريقه باش تنجح معكم هاد الفطائر، ما عليكم الا تتبعوا الفيديو وتلتزموا بالنصائح اللي غنذكر لكم ان شاء الله. فما تنسوش طبعا لايك اذا عجبكم الفيديو، خليو البصمه، كذلك شير وبارطاج هكذا باش تعم الفائده بيناتكم بالاهل والاقارب. غادي ندوزو ان شاء الله نصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وغنجوزو المقادير. عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق، طبعا الاسره كتكون صغيره، بغيتو تضاعفوا المقادير كتعملوا كيلو. بيضه بدرجه حراره الغرفه، عندي شويه ديال الملح، عندي معلقه صغيره ديال السكر، 3 ملاعق من الياغورت الطبيعي اللي بامكان ديالكم تستعملوه او تعوضوا به الحليب، عوض ما تعجنوا بالماء كتعجنوا بالحليب. عندي 3 ملاعق من زيت الزيتون، ثم خميرة الخبز حبيبات. غنضيف الخميرة، السكر، ثم الملح، وغادي طبعا نضيفوا جميع النواشف وغادي نخلطوا. هنا غادي نضيف واحد اللمسة أخرى، غادي نضيف القليل من الزعتر اللي طبعا مطحون على اليد. طبعا كتبقى هاد الخطوه ها هي او هاد الاضافه اختياريه، فكتعطي العجين ديالنا واحد المذاق خطير جدا. تقدروا كذلك تضيفوا بودره البصل او بودره الثوم. انا هنايا عندي بودره الثوم، غادي نضيف بودره الثوم. صافي ضفت 3 ملاعق من زيت الزيتون، ثم الياغورت الطبيعي. بالنسبه للبيضه ما غنعملوهاش مكموله، غادي نخليو الصفار للدهن، غادي نضيف فقط البياض. بغيتو تخليوها مكموله للدهن بالامكان ديالكم تخليوها او تحتفظوا بها على جنب. انا ضفتها لديك الزلافه اللي كان فيها الياغورت الطبيعي، لا باس بها. صافي هنايا غادي ندوز نخلط من العجين، نحسن ما كاين من العجين ديال اليد. غادي نبدا نضيف الماء طبعا ضروري ما يكون دافئ، جميع العناصر تكون دافيه. بالنسبه اللي ما عندهاش الياغورت الطبيعي فيفضل تعجن عوض الماء، تعجن بالحليب. اللي عندها الياغورت الطبيعي تعجن بالماء. فصراحه الياغورت الطبيعي كيعطي المعجنات ديالنا او المملحات ديالنا واحد الطراوه واحد الهشاشه، فغي جربوه. انا كنهضر طبعا على الياغورت الحامض يعني الطبيعي، ماشي اللي بالسكر. هنا انا تفكرت حتى دابا من الاحسن نتوما ضيفوها من الاول، يعني ملي كتضيفوا السكر والنواشف. ضفت واحد القبيصه صغيره ديال بودره الثوم. صافي وغادي نعجنو جيدا حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رخوه بهذا الشكل، ها هو كتلتصق في اليدين وطبعا في نفس الوقت متماسكه. غادي نضيف عليها قطرات من الزيت من الفوق هكذا. ملي غادي تنفخ ما غادي تشققش معنا. صافي غادي نخليها على جنب. غادي نغطيها بلاستيك غذائي لمده تقريبا ساعه وربع بحكم انه البروده عندنا هنايا. صافي غادي ندوزو للحشوه. عندي هنايا هيرتنكيزه اولا تقدروا تستعملوا بالكنكيزه اولا فيتا، يعني هذا النوع الجبن غادي كيكون فيه الماء بحال الموتزاريلا، ولكن هو ما كيذوبش، ماشي بحال الموتزاريلا كيكون قاصح وكيتفتت. صافي من بعد ما تخلص من الماء اللي كيكون في وسط منه، كيف ما كتشوفوا هنا هادو بجوج بهم هاتنكيزه. شني وحده بيو وحده ماشي بيو. هذيك البيو مسكينه صغيره، سبحان الله دائما الحاجه ديال البيو ولا المأكولات ديال البيو كتكون صغيره على العاديه. صافي انا هنايا كان عندي متوفر جوج ديال الانواع، نتوما كتعملوا نوع واحد. صافي غادي نفتتو جيدا بهذا الشكل، ها هو. فهو كيف ما قلت لكم ما كيذوبش، ماشي بحال الجبن الموتزاريلا كيبقى هيدا يعني قابض في راسو. غادي نستعمل هنايا البصل الاخضر او الخضاريه كيف كنقولوا له حنايا. غادي نقطعه جيدا كيف ما كتشوفوا واضح في الصور. صافي من بعد ما قطعنا البصله، الا ما كانتش متوفره فكتستغناو عليها، تقدروا تعملوا القزبور او المعدنوس اللي كان عندكم. غادي نضيف عليها واحد رشيشه خفيفه اولا واحد القبيصه ديال الفلفل الاسود اي الابزار. تقدروا كذلك تضيفوا عليها القليل من بودره البصل او البودره ديال الثومه. انا هنيا كنفضل نضيف هيدا واحد القبيصه اولا واحد الرشه صغيره ديال الزعتر، كتعطيها واحد المذاق خطير جدا بحال الا كتعطوا في البيتزا. صافي غادي نخلط الكل مع بعض. حاولوا ما امكن ديك الجبن ما تفتتوش بزاف باش ما يخرج لكمش على الجوانب، خليوه شويه هيدا واضح، فهو صراحه ما كيذوبش. هذا الجبن هو موجود، ما عرفتش كتبوا لي في التعليقات يعني الاسم ديالو في المغرب، يعني اي نوع او ماركه هكذا باش الناس يجبروه دغيا. صافي من بعد مرور ساعه كامله وربع تقريبا، من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين، كذلك هذا سر من الاسرار ديال نجاح العجينه، ضروري جدا ما تخليوها ترتاح حتى كتضاعف الى 3 اضعاف. وغادي نعطيوها واحد البنيه. هذه الطريقه هي كتعجبني نعملها بزاف.
فصافي غادي نخرج من الهواء او الغازات الزائده. شوفوا ما شاء الله كتجي رطيبه، يعني واخا ما دلكناهاش جيدا فكتدلك راسها براسها. هنايا غادي ناخذوا كويرات صغارين، انا استخدمت صراحه اولا استعملت هنايا كرات شويه كبار. بغيتو طبعا نتوما المملحات ديالكم اولا لي شوسون ديالكم اولا اي يعني بغيتو خبيزات اولا هادو صغار فكتصغروا طبعا الحجم ديال الكره. انا هنايا عملت الحجم المتوسط، استعملت كرات ما شاء الله كبيبرين، جاو ما شاء الله كبارين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا استعنت بالزيت. نتوما تقدروا تستعنوا بالدقيق ولكن يستحسن تستعنوا بالزيت هكذا باش بالامكان ديالكم كتطلقوهم رقاق وكيجيو مورقين. صافي غادي ناخذ ديك الحشوه ديال الجبن والبصل اللي طبعا نسمناها بالتوابل. طبعا التنسيم كيبقى لكم اختياري، تقدروا تعملوا بودره البصل، بودره الثوم، زعتر اللي كان متوفر في البيت. صافي كيف ما كتشوفوا ضروري ما كنشدوا على الجوانب هكذا باش ما تخرجش معنا الحشوه، والطريقه واضحه وباينه طبعا في الصور. فانا هنايا كيف ما كتشوفوا ما غنقطع حتى شي حاجه. بالنسبه للصينيه كنعملوا فيها ورق الزبده، اولا ما كانش عندكم ورق الزبده كتدهنوها بالقليل من الزيت هيدا باش كتفاداو انه ما يلصقوش معكم الفطائر في الصينيه. غادي ناخذ كره اخرى، غادي ندهن شويه بالزيت. كنفضل نستعملوا بالقليل من الزيت، واكيد يعني غتكون زيت زيتون ما تكونش زيت نباتيه. صافي غادي نطلقوها على شكل اوفال، يعني على شكل بيضاوي، تكون رقيقه ما يبانش معكم سطح عمل بحال الرغايف اولا المسمن، يعني غير كترققوها واحد شويه. ثم كنجمعوا الجوانب بهذا الشكل ضروري جدا باش ما توقعوش في الغلط، باش ما تخرج لكمش الحشوه من الجوانب. صافي غادي نعملوا نقطعوا بالقطعه ديال البيتزا اولا القطعه ديال الشباكيه اولا بالموس، ثم كنشدوا على الحشوه وكنلويو حتى للطرف الاخير، وكن نقوسوها هيدا شويه على شكل هلال. ايوا صافي كنحطوهم في الصينيه، وغادي نخليكم ان شاء الله مع الفيديو باش تكون طبعا الطريقه واضحه اكثر. صافي من بعد ما عمرت الصينيه ديالي انا استخرجت هنايا اولا خرجوا لي 15 حبه ما شاء الله كبارين. بغيتو طبعا تخرج لكم كميه كبيره فما عليكم الا تنقصوا من الكره، يعني كتعملوا كرات صغار. صافي هنايا ديك صفار بيضه ضفت عليها قطرات من الخل وقطرات من الحليب هكذا باش ما كتبقاش معنا ديك الزفوريه ديال البيض. غادي ندهنوهم جيدا. ثم غادي نرشوهم بالزنجلان اولا الحبه السوداء. انا هنايا كان متوفر عندي الزنجلان اولا السمسم الاسود، ثم كتستعملوا اي حبات متوفره اولا كتخليهم هيدا بدون ولا شيء. هنايا اون فوا كنساليو الصينيه كنشعلوا طبعا الفرن من فوق ومن تحت على 200 درجه، لازم يكون ساخن جدا يعني يكون سخون مزيان. صافي كنطيبوهم حتى كياخذوا لنا لون ذهبي بهذا الشكل. ما شاء الله الرائحه والقوام ما نعاود لكمش عليهم، كيجيو رطيبين وهشاش. فهم هنايا باقي سخونين. ردوا البال لان الحشوه كتكون طايبه بزاف سخونه باش ما تشوطوش راسكم، خاصه اللي عنده الاطفال الصغار. صافي غادي نغطيهم واحد شويه حتى يدفاو واحد شويه اولا حتى كيبردوا تماما، هي احسن لانه الجبن كيتسنكل هو بارد ما تاكلوهمش وما باقي سخونين. غادي نغطوهم بواحد المنديل طبعا اللي كيكون منديل نظيف. منا الفوار كيولي ليلوم ولا كيرجع ليلوم وكيرطاب كيزيدوا يرطابوا. وصافي ما غادي ننساش ان شاء الله كيف ما عودتكم في اخر الفيديو غادي نفتح معكم ما شاء الله كيجيو بنان بزاف. اذا جربتوهم في رمضان قولوا لي كيف جاكم، كنتمنى لكم شهيه طيبه وعواشركم مبروكه والسلام عليكم.